1972 بيوك سكاي لارك جي اس، راح ينزل في موقع المزاد. هذا فيديو تفصيلي يا اخوان يوضح السيارة بالكامل من ناحية ملاحظات، موديل السيارة. طبعا القصة هذه مثل ما ذكرنا زي قصة الشفير، ترى ما في اختلاف إلا شيء بسيط من الخلف، بس هذا نسميه المظلوم حنا، يعني مقارنة بالشفيل. ماكينة 350 مجدد الصبغة الداخلية، طبعا هذا الجناح ما هو جاء من الوكالة، تم تركيبه. دول اكزوست، شكمانين، جنوط داخلية. انتم شوفوا الجي اس اول شيء تعرفه بالكونسول وبالباكت سيت اللي هو المقاعد المنفصلة، والكونسول اللي هنا هذه داخلية السيارة. طبعا الدرج هذا يبغى له تثبيت فقط. هذه المقاعد الخلفية زي انتم شايفين. عندك ملاحظة في المقعد هنا، ملاحظات بسيطة في الصبغة، في التاتشاب، الأشياء البسيطة هذه تشوفونها في حواف القزاز، أشياء بسيطة يعني. طبعا هنا داخلية الشنطة، الفرش مغير، فرش الأرضية وفرش الشنطة. كذلك بعض الملاحظات اللي نذكرها، الأشياء البسيطة هنا تشوفوا هذه تجي في السيارة. راح نوريكم الماكينة الآن. هذه الجنود زي ما انتم شايفين، وهنا الماكينة 350 يا شباب، مكيف. راح نشغل لكم السيارة زي ما ذكرنا لكم. السيارة مجددة بالكامل، في ملاحظات بسيطة. الأنوار الإضافية كذلك، الزنون، ايش تسمونها انتم؟ اكيد زنون. هذه السيارة يا اخوان انتم شايفين. يلا راح تشوف السيارة من اسفل، واي سؤال اي استفسار حياكم الله.